متخيلين ان انتوا هتقابلوا في جامعة معاكوا ثقافات وأدمغة مختلفة؟ هلو يا جماعة، عاملين ايه؟ welcome back to my channel. انا اسمي ملكة كريم، ولو اول مرة تشوفوا الشانل دي او ده اول فيديو ليكوا على الشانل، هلو welcome to my channel، وان شاء الله تتبسطوا هنا في الكوميونتي الصغننة الجميلة دي. ده تاني فيديو لا مش تاني فيديو تالت فيديو في التشالنج بتاع 60 day challenge، ان انا انزل كل يوم فيديو لحد اخر السنة، فان شاء الله يبقى خفيف لطيف وتتبسطوا بيه. النهارده هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن جامعة بجد يعني هي جامعة احلامي، وهتفضل جامعة احلامي يعني حتى لو فرضا ما دخلتهاش السنة دي، ولكن هتفضل جامعة احلامي وان شاء الله هفضل وراها لحد ما ادخلها يعني. المهم، الجامعة دي اسمها مينيرفا، وممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده، بس انا الفيديو ده هتكلم فيه عنها بتفاصيل اكتر. والفيديو ده يعتبر حرفيا نفس اللي بحكيه لاي حد يجي يسالني انت عايزه تخشي جامعه ايه ولا كليه ايه، بس حد فعلا انا عايزه احكي له يعني وافهمه اللي في دماغي والجامعه اللي انا حباها وكده. بقعد اشرح له كل اللي انا هشرحه في الفيديو ده النهارده. فانا هتعامل ان حد سالني ايه الجامعه دي وايه تفاصيلها، عشان تكوني بتحبيها قوي كده ومش حاطه في دماغك غيرها. طيب، جامعه مينيرفا انا الاول طول عمري يعني ما فيش اي حاجه في بالي، ولا كليه ولا جامعه، يعني مش من النوع اللي كان عايز مثلا يخش جامعه القاهره او عايز يخش مثلا كليه كذا. لا يعني انا كنت عادي يعني زي كل اغلب الطلاب، يعني ببقى اللي هو مش حاجه في بالي معينه، مستنيه مجموعه ثالثه ثانوي وخلاص. بس الموضوع اتغير شويه لما كنت انا بتفرج على اليوتيوب على طول. فاتفرجت على يوتيوبر كده، كانت دخلت مينيرفا، فاليوتيوبر دي دخلت الجامعة وهي الجامعة ما كانتش لسه معروفة، وخدت الريسك ده، وانا كنت بتابعها وبتابع الفلوجز بتاعتها وهي بتفلوج جوه الجامعة وبتتكلم عن نظام الجامعة وكل ده. طبعا عرفت عنها اكتر لاني كنت كيوريوس بيها، حسيت ان هو حسيت بسبارك كده، اللي هو انا حاسه ان المكان ده انترستنج جدا. وكل ما بدات اعرف عن الجامعه دي اكتر، كل ما هي بتدخل في دماغي اكتر، بقيت حاسه ان لا دي مكاني. ولما لقيت بنت مصريه دخلت الجامعه دي، حسيت ان خلاص، طالما هي عرفت تعملها انا كمان. ومن ساعتها انا حاطاها في دماغي. ليه بقى الجامعه دي عملت كل ده؟ هقول لكم. اول حاجه محتاجه اتكلم عليها في الجامعه دي هي ان الجامعه دي مش ما عندهاش كامبس، مفيش لوكيشن بيزد. يعني مثلا هارفارد خلاص معروفه مكانها فين في امريكا، هي ثابته ما بتتحركش يعني. طب ازاي مينيرفا دي بتتحرك؟ مينيرفا اول سنه بنقضيها في سان فرانسيسكو، تمام. بيبقى فيه بيلدينج كده، بيبقى اللي هو الكوميونتي بيلدينج، اللي هو بيبقى مكان السكن. فالكوميونتي بيلدينج ده بيبقى عايشين فيه كل الستودنتس بتاعت مينيرفا، بس ما بيبقاش في مكان للليكتشرز او الحاجات دي، بيبقى كله اونلاين. طيب ايه اللي هيودينا سان فرانسيسكو والجامعه اصلا بتدي الليكتشرز والكونتنت بتاعها بتدي اونلاين؟ طب ما ناخده في مكاننا. هي الفكره بقى في الجامعه مش هنا، هي الفكره كلها ان انتوا اول سنه بتقعدوها في سان فرانسيسكو، وبعديها كل سمستر بتقعدوها في سيتي في بلد مختلف. زي في سيتي في طوكيو، وفي سيتي في بوينس ايرس في اسبانيا، وفي برلين في المانيا، وفي في لندن، وفي كذا، في 2 سيتيز كمان بس مش فاكراهم دلوقتي بصراحه. فالمهم انتوا ممكن يعني تعرفوا ده من الويب سايت بتاعهم عادي جدا. فالفكره كلها بيبقى ايه؟ مش بس ان احنا نسافر وكده، ان احنا ناخد فعلا لايف سكيلز. يعني مش بس جامعه بنخش ناخد الكونتنت اللي احنا محتاجينه، الاكاديميك كونتنت وخلاص. لا، احنا بنجين لايف سكيلز بلس بناخد كونتنت بتاع الاكاديميك كونتنت. فانا عارفه كويس قوي ان انا مش مهم بالنسبه لي ان انا اخد شهاده وخلاص، لان ده مش هينفعني بره بعد كده. فالمهم بالنسبه لي ان انا اخد لايف سكيلز. طيب برضو هتكلم على حاجه تانية في مينيرفا، وهي الاكاديميك سايد بقى، اللي هو احنا بنخش الجامعه عشانه اساسا. انا بالنسبه لي بصيت على كل الميجرز والماينرز الموجوده في مينيرفا، ولقيت
فيلد اسمه cognitive science، جوه ميجر بتاع الكوجنيشن behavior وكده. وده بالنسبه لي عجبني قوي قوي قوي، لان ما لقيتوش في جامعات كتير، ومينيرفا بالذات بتديه بديب كده، يعني ديب دايف ان الفيلد بجد. يعني الفيلد ده او الميجر ده مليان يعني تفاصيل مش هقدر اشرحها في الفيديو ده، لان هياخد الفيديو كله حرفيا. فممكن اتكلم عنه في فيديو تاني لوحده. بس خلينا نكمل ان مينيرفا الميجرز بتاعتها بصراحه يونيك جدا 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 ليها. واهم حاجه بصراحه بشوفها هي الاكاديميك سيستم، ودي كانت من احلى الحاجات الصراحه اللي انا شفتها في مينيرفا، ان السيستم بتاعهم مش بس ان انا زي ما قلت لكم هي اونلاين، اوكي، يعني البروفيسورز لما بيجوا يدوا الكونتنت بيبقى اونلاين، بيبقى على اللابتوب. بس هو مش نظام ليكتشر ان انا كبروفيسور يعني هيدخل يقول بس الكونتنت وخلاص، لا، هو مش بيبقى ليكتشر خالص، هو بيبقى اكتر انتراكتيف، وبيبقى مش بس اللي هو هنيجي في اخر الليكتشر نسأل شوية اسئلة ونتكلم كده، لا، هو على طول ال مش عارفه اقول ايه غير ليكتشر، بس يعني طول الكلاس بيبقى فيه انتراكتيف، ما بيبقاش فيه ناس كتير قوي في نفس الكلاس، عشان نقدر انه احنا نقدر نتكلم مع بعض ونشارك ونسأل، والموضوع بيبقى زي كأنه نقاش اكتر، لان اصلا بيبقى المفروض ان احنا بنحضر قبل الكلاس ده، فاصلا احنا داخلين احنا عارفين احنا هناخد ايه وهنتكلم في ايه، ولازم هنتناقش ولازم نبقى انتراكتيف، عشان ده جزء من المينيرفا's ميشن، يعني ان احنا بنتعلم وبناخد حاجات جديدة، بس احنا بناخد سكيلز معاها، بناخد ان انا مش هخش اشوف انا مش عارفة اصلا انا داخلة على ايه ولا كلام، لا، انا محضرة انا هاخد ايه، وهدخل اتكلم مع البروفيسورز، ناس عندها خبرة رهيبة، وهنتناقش مع زمايلي، وهتعلم وهاخد experience مختلفة بجد. بصراحة حاجة يعني لفتت نظري قوي، لان احنا بنعتمد على ان احنا في الجامعات احنا بنخش الكامبس، بنخش المحاضرة، بنسمع الدكتور، وبعد ما بنسمعه بنروح نقعد نذاكر بقى ونتعب مع نفسنا في المذاكرة، ويعني حاجة مرهقة كده. فمينيرفا بالنسبة لي كانت أحلى حاجة فيها البورت ده، بالذات إن أنا عندي ADHD، والليكتشرز بالنسبة لي لو مش interesting كفاية، وأغلب الوقت هي مش بتبقى interesting كفاية، هسرح، مش هركز، وهضطر إن أنا لازم self learn وأذاكر مع نفسي تاني. حاجة كمان مميزة قوي حابة أتكلم عليها، حاجة شدتني لمينيرفا، وهي الكلاس ميتس بتوعنا، الناس اللي تبقى معانا في الجامعة. مينيرفا جامعة انترناشنال، اوكي، انترناشنال يونيفرسيتي، فهي بتقبل مش بس الطلاب الامريكيين، بل كل الطلاب من كل بلاد العالم. هي بالنسبة لها الستاندردز بتاعتها شخص مينيرفان، يعني حد مجتهد، حد ليه طرق معينة، ليهم ستاندردز معينة، ليه طرق معينة، شخص واثق من نفسه، شخص عنده leadership، حد عنده يعني بيمباكت الكوميونتي بتاعته. حتى هم حاطين الستاندردز بتاعتهم والناس اللي بيدوروا عليهم على الويب سايت في ليست كده، ممكن احطها لكم هنا. فهم بيدوروا على ناس معينة وعارفين هم عايزين ايه، والناس اللي هتروح لهم المميزة دي موجودة في كل انحاء العالم. فانت متخيلين ان انت بتقابلوا في جامعة معاكوا ثقافات وأدمغة مختلفة. نفسي أبطل أقول كلمة أدمغة دي، بس دي حاجة بجد بالنسبة لي I want to experience it جدا، إن أنا أبقى بتعامل مع حد من أسبانيا، حد من باكستان، حد من إنجلند،
كل دول معايا مختارين ميجر معايا، او حتى مختارين نفس الجامعة وقاعدين معايا وهشوفهم كتير في projects وassignments والمينيرفا ايفنتس. برضو احلى حاجة في مينيرفا عندهم traditions كده، يعني هي بتاعتهم بس، هم بيعملوا days بتبقى زي شوية fun days بس بتبقى traditions، حاجات بيعملوها وبتبقى برضو related to academics يعني و related to الميشن بتاعهم والculture. بصراحة أنا مهما نتكلم عن مينيرفا حاسة إن أنا مش هقدر أوفي حبي لهذه الجامعة. وعايزة أتكلم برضو على حاجة تانية في الجامعة وهي ال city based assignments. طيب حاجة كمان مش تقليدية هما بيعملوها، مش بس إن هما مش بيدوا لكتشر عادية ومش في كامبس عادي والبروفيسورز مش بروفيسورز عاديين، بل هما كمان مش هيدوك homework ولا امتحانات عادية زي اللي احنا بناخدها اللي هو ورقة امتحان على اللي انا خدته وحلها وخلاص. لا، هم عندهم نظام assignments، وعندهم غير الاساينمنتس اللي هي النظري في city based assignments. يعني انا دلوقتي مثلا السمستر بتاعي في طوكيو، طيب السمستر بتاعي في طوكيو هيبقى فيه assignments هنزل اعملها جوه طوكيو عشان immerse myself في الكالتشر بتاعت طوكيو، وان انا يعني انغمس في هذه الكالتشر وفعلا اخد اكسبيرينس، مش ان انا بس يتقال ان انا رحت طوكيو وخلاص. لا، انا فعلا باخد الاكسبيرينس كامله ومتكامله، ومينيرفا بتميك شور ان ده يحصل. وده بالنسبه لي بصراحه اهم حاجه، مش بس ان جامعه بتشو اوف وان احنا ناس بتسافر وناس كول جدا وبتروح وتيجي وكده، لا انا بميك شور ان الشخص المينيرفا اللي هيتخرج من جامعه مينيرفا ده شخص مختلف، شخص يونيك بجد، unique in academics, unique in life experiences, unique in mind, unique in lots of things. يعني حاجة كمان وهي التست بتبقى assignments، بتبقى projects، بتبقى حاجات كلها عملي. ودي حاجة برضو أنا بجد منجذبة ليها جدا، لأن أنا برضو ما بحبش الحاجات النظري وإن أنا أحفظ والحاجات دي كلها. أنا دايما بحب أطبق، بحب العملي، بحب أجرب، بحب أدخل في الموضوع على طول، دخلني في الموضوع على طول. لكن إن أنا لسه بقى هحفظ ورقة وقلم وحاجات تالتة ثانوي دي بتقفلني بجد. يعني أنا عشان كده ما انجذبتش يعتبر لأي كلية أو جامعة معينة لحد ما عرفت مينيرفا. وعشان كده برضه انا بعمل فيديو لوحده عن مينيرفا، وممكن اقعد بجد اعمل فيديوهات كتير قوي عن مينيرفا وادرس عن الجامعه دي اكتر، لان انا كده يعني انا اصلا بقالي كتير قوي بسرش عليها واعرف عنها معلومات كتير، يمكن مش هقدر اقولهم كلهم في الفيديو ده، ولكن ده حاجات بسيطه يعتبر النظام من على الوش. حاجه كمان مهمة قوي محتاجة اركز عليها، وانا عارفة ان انا قلتها كتير غالبا في الفيديو ده بس محتاجة اقول تاني، ان مينيرفا مش بتطلع شخص متخرج خلاص ان هو عارف المجال ده وبس. مينيرفا بتخرج حرفيا حد معاه لايف سكيلز، حد هيعرف يتحط في اي بيئة، هيأدابت، هيتأقلم، وهيعرف يتعامل، وهيعرف يتكلم مع الناس اللي هناك دي، لان هو شخص هيبقى اتعامل مع ناس انترناشنال، اتعامل مع ناس من ثقافات مختلفة كتير، راح بلاد كتيرة في وقت قليل. لان كل سمستر يعني السمستر بيبقى 4 شهور، فانه ان انت تنتقل من كونتري لكونتري خلال 4 شهور دي مش سهلة، ومرتين في السنة يعتبر، وان انت تبدأ تتعود على مكان وتبدأ تعمل فيه ناس وبعد كده تغير المكان ده، كل الحاجات دي مش هتبقى سهلة. وبرضو الاكاديميك سايد كل اللي اعرفهم في مينيرفا بيقولوا مش سهلة، لان هم طبيعي هم كمان نسبة القبول بتاعتهم 2%. كان نفسي اقول 20% بس هي 2%. فانا اصلا دلولو ان انا في دماغي ان هي my future university. انا بالنسبه لي هي my future university fingers crossed. هفضل احاول ان هي تبقى my future university حتى لو مش الباتشلر ديجري تبقى الماسترز.
مهما حصل هفضل ورا الجامعة دي لحد ما تقبلني وتدخلني وابقى مينيرفا ستودنت. هتسألوني انت جايبة الثقة دي منين؟ دي نسبة قبولها 2% بس. اقول لكم ما اعرفش صدقوني، بس يعني انا حاسة ان الواحد لما بيحاول في حاجة كتير وبيسعى لحاجة معينة كتير 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 هيوصلها في الاخر عادي. وانا مش عارفة، حاسة ان هي اكتر فعلا حاجة مناسبة ليا ولشخصيتي والحاجة اللي انا كنت بدور عليها وما كنتش لاقيها. هي اصلا برضو محطوطة في the top و first innovative university in the whole world، فدي حاجة برضو مهمة جدا. وطبعا انا برضو طولت في الفيديو ده، بس مينيرفا تستاهل بصراحة. هل هقسمه على part 1 و part 2 I don't know بصراحة، بس ان شاء الله ان انا ما اقسموش، لان الموضوع ده يبقى صعب شوية مع كمية الكاتس اللي حصلت في الفيديو ده. او لو حصلت كات كتير في الفيديو ده ما عجبتكوش في الايديت وكده، استحملوني يا اخواتي. ال 60 day challenge برضو مش هيبقى سهل. اكيد في حاجات هعوق فيها بصراحه، بالذات ان الكاميرا كانت بتفصل مني وكده عشان ما كنتش شحناها. بس خلاص بقى، انا خدت عليكم وانتوا بقيتوا صحابي واهلي وناسي، فمش هتكسف منكم يعني لو في كاتس بايظه ولا مثلا زي الفيديو اللي انا نزلته النهارده ده واللي هو هيكون نزل امبارح. ان اللون بتاعه بوظته انا، لو يعني في الايديت انا بوظت اللون شويه، الموضوع باظ مني شويه، فمعلش يا اخواتي. ان شاء الله مع ان انا تكرار ان انا اعمل فيديوز كتير، اكيد 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 هتحسن مع كل الفيديو. فاستحملوني شويه في الفيديوهات اللي هي مش ظابطه قوي لحد ما اظبط كل الفيديوهات ان شاء الله، وافضل على اثبت على كونتنت واحد واظبط دنيتي. وخلاص انتوا ما بقيتوش ناس غريبه، انا بقيت اتعود اتكلم معاكم وبقيت يوتيوبر رسميا خلاص. انا حاسه ان انا نزلت فيديوهات كتير قوي لدرجه ان انا بقيت يوتيوبر رسمي. ان شاء الله استنوني وانا بفلوج. طبعا رحلتي مع مينيرفا، انا المفروض ان انا خلصت الابليكيشن بتاعي وفاضل لي بس حاجه في الفاينانشال ايد، فادعوا لي ان شاء الله ان يظبط واتقبل. ولو ما اتقبلتش السنه دي عادي، ما عنديش مشكله، السنه الجايه وان شاء الله خير. ايا كان انا كده كده مش انا حبيت الجامعه، وبالنسبه لي الجامعه دي التوب فيرست توب والوحيده بصراحه بالنسبه لي. انا حاولت احط معاها جامعات تانية، بس انا لقيت ان هي الوحيده اللي انا فعلا مقتنعه بيها، مش هضحك على نفسي يعني. ف حتى لو ما جاتش السنه دي تيجي السنه الجايه، وانا هفضل وراها لحد ما تيجي ان شاء الله، ما عنديش اي مشكله. يلا باي باي، اشوفكم في الفيديو بتاع بكره. باي باي. الفيجن بورد بتاعت مينيرفا. Come on kid, this is your dream. And yes, it is a dream and it will come true ان شاء الله.